لو قل مستوى السوائل في الجسم، المستقبلات اللي موجوده في القلب والكلى والدماغ بتحس بالتغير ده بسرعه. وفي حاله زياده الصوديوم في جسمك، ففي مستقبلات في الدماغ وبالتحديد في منطقه الهايبوثالاموس او منطقه تحت المهاد بتحس بالجفاف اللي حصل في الخلايا، فبتبدا تبعت اشارات واوامر عشان يتم افراز هرمون الفازوبريسين او الانتي دايوريتيك هرمون. وده ببساطه من اسمه هو هرمون مضاد لعمليه التبول، بيمنع اي احساس يخليك عايز تدخل الحمام، وفي نفس الوقت بيلحق اي كميه ميه طالعه من الجسم وبيرجعها تاني عشان الطينه ما تزيدش بله. راح فين؟ والمخ بقى يا عيني مش لاحق من الاشارات، كل الاشارات اللي اتبعتت دي مش كفايه، بيبعت اشارات يخليك تلحق الميه اللي طالعه من الجسم من هنا، وبيبعت اشارات تانية يخليك تحس بالعطش وعايز تشرب ميه تاني من هنا. ايه ده يا عم، انا هحارب لوحده ولا ايه؟ والغريبه بقى انك ممكن تحس بالعطش قبل ما مستوى السوائل في جسمك يقل، وده في حاله جفاف الفم او الحلق، لان الجسم برضه بيستقبل اشارات منه. شوف انت اللي بيحصل ده كله وانت ولا على بالك، تعطش فتقوم تشرب من هنا وبس خلاص. مش شارب. ولا يهمك يا عم، بالهنا والشفا. بس ما تنساش بقى المره الجايه انك لو نفسك في نصايح